الحكايه النهارده جايه تقول لكم انا اتورطت في حكايه مع راجل خارج مصر من دول الخليج. طبعا كان جاي يتقدم لي وانا مطلقه، وفي نفس الوقت وافقت عليه، وفي نفس الوقت اتورطت معاه. بس كانت هي اذكى منه واشطر منه، لاني بلغت الشرطه عنه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وحشوني احلى جمهور في الدنيا، احلى ناس بتدعم الست المصريه، الناس اللي بتحب الاسطوره تصلي على سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام. الفريق التاني اللي بيحب هناء الملكه ينزل برضو يصلي على سيدنا النبي، يحط كومنت كده يليق بيه ويليق بمستواه، ويكتب كلمه كده حلوه، وبلاش التعليق الهري. في الهري انا بكره الهري، انا واحده ما بشوفش الهري، انا بشوف بس كلمه اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. دي كلمة أصلا حلوة، أحسن مني وأحسن من كل البشر. يلا يا بطل أنت كمان انزل تصلي على سيدنا النبي عشان عيني تشوفك ويزيدك نور من نور الله. من صلى على سيدنا النبي فينزل بسرعة يصلي عليك، عليه أفضل الصلاة والسلام. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبي رسول الله. الناس الجديدة اللي ما شرفتش هناء، انت شرف على راسي يا بطل. حط اشتراك، تلاقي كلمة اشتراك تدوس عليها، تفعل الجرس، تختار كلمة الكل، يبقى انت كده اخترت الاسطورة هناء. طب الناس القديمة الحلوة اللي مع احلى اسطورة تنزل دلوقتي تحط لايك وتحط كومنت، لان انت قديم معايا ومتابع ومن جمهوري على راسي من فوق. صاحبة الحكاية جاية بتقول لك النهارده اقسم بالله العظيم انا اتورطت ورطه ما يعلم بها الا ربنا. ليه يا ست هناء؟ الاول انا عملت كوبايه نسكافيه افطر بيها. تصلي بس انت كده على سيدنا النبي عشان اقول لك ايه حكايه المشكله اللي احنا واقعين فيها. بس الاول تفعل الجرس وتختار كلمه الكل، عشان احلى اسطوره مصريه عربيه كل ما تنزل جديد يوصل لكم. طبعا صاحبه الحكايه جايه بتقول لك انا اتورطت مع واحد خارج مصر، يعني واحد خليجي، من غير دوم، يعني من غير ذكر اسماء ان احنا نقول مين او مش مين. طيب البطل ده شافها اعجب بيها، هي مطلقه ومعاها 4 اولاد. شافها اعجب بيها، عرض عليها الزواج. طبعا عرض عليها مبلغ قيم جدا، وعرض عليها كالعاده قال لها اجيب لك شقه، وعرض عليها شويه فلوس وشويه ذهب. طبعا عشان هي فقيره ومش لاقيه تاكل، فاضطرت حول ولا قوه الا بالله توافق على العرض بتاعه، وكانت مجبره انها مش لاقيه اصلا تاكل. فهمتوها؟ يعني هي عشان تقدر تعيش هي وولادها لازم تشتغل وتضحي. طبعا مفيش شغل هيوفر ان هي تدفع ايجار شقه وتصرف على اولادها ال4. فبجد بجد عايزه اقول لكم على سر خطير، هو فعلا حصل قدام عيني. انا لما شفت البني ادمه دي اتصدمت من جوايا، حبيت ان انا اساعدها واقف جنبها، فاخترعت عليا المشكله. انتوا صحابات برضو، انتوا صحابي وانتماتي، يعني ايه؟ يعني متابعيني وجمهوري، لازم برضو تديني رايكم في المشكله دي. طبعا الشهم البطل اللي عامل نفسه بطل وراجل كده، مفكر نفسه يعرف يسيطر على الست المصريه. لا طبعا الست المصريه ساعات بتبقى فقيره. الفقر مش عيب، العيب ان احنا نغضب ربنا، العيب ان احنا نمد ايدنا ونقول لله يا محسنين. طبعا وافقت ان هي ترتبط بيه وتتخطب له. هو دفع العربون الاول، العربون حول لها بقى فلوس عشان يساعدها والكلام ده كله. وحب يرمي بياضه. مش مهم ان الواحد يرمي بياضه، العبره في النهايه يا حلوين. بعد ما رمى بياضه حول لها زي 200 دولار مساعده كده. وبعد ما حول لها ال 200 دولار هي بقى ابتدت تامن له، قالت ده هو كل حاجه، وهو الشخص ده اللي فعلا هيتجوزني. مفيش حد بيساعد حد، ومفيش حد. الاسطوانه بقى الحامضه دي اللي احنا عارفين عنها ان الراجل الشهم هو اللي بيساعد، والبطل هو اللي بيقف جنب الواحده. لا مش البطل اللي بيقف جنب الواحده، البطل اللي يثبت ان هو راجل. خلينا في حكايتنا اللي هي بتبكي عشانها. المهم قالت لي يا هناء انا اتورطت ورطه مع الراجل ده، انا حبيته. بعت لي كتير، بعت لي ايفون من بره، ويا هناء حول لي فلوس عشان يساعدني ويقف جنبي. كل شهر يحول لي مبلغ زي 200 300 دولار. وانا قال لي انا نفسي اشوفك بقى. طبعا هي هدير اتصدمت، بيقول لها انا عايزه اشوفك كاميرا ومش عارف ايه. قالت له لا مش هينفع ومش عارف ايه. انا ما ينفعش اعمل كده عشان انا اهلي ناس محترمين واهلي عندهم مبادئ وقيم ومش عارف ايه. قال لها لا انا من حق اشوفك، ده انا هتزوجك على سنه الله ورسوله. وقالت له خلاص لما تنزل تتزوجي. راحت هي طلعت غبيه كتير قوي. قال لها طب صوري لي نفسك. صورت له طبعا نفسها
بحاجات مخلة خالص ما ينفعش ان انا تطلع من لساني. طبعا مرة في مرة صورت له نفسها، هو قال لها كل ما تصوري نفسك فانا هحول لك المبلغ اكتر. اسمها كده بقى مساومة، صح؟ مش اسمها مساومة. المهم جت مرة كده وهي بتتكلم معاه، حست منه ان نظام استفزاز، مرضيش يحول لها ايه. طبعا حست ان هو كده بيساومها. ها، هي ماما جت في يوم كده قالت ايه، انا لازم ايه اوقف المهزله ديت. اخرة الصور دي ايه، واخرة اللي الراجل ده بيعمله معايا ده ايه. انا خايفه وقلقانه والكلام ده كله. اللي خايفه وقلقانه راحت جت تتهرب منه كام يوم كده. هي ما ادتوش وش يعني، ما بتردش عليه، بعت لها على الواتساب على الماسنجر ما بتردش ايه، ما بتردش على حاجته. المهم الست هدير راحت جه طلبها بعدها ب5-6 ايام، قال لها وانت مش مهتميه ليه، انت ما بقيتيش تحبيني؟ قالت له والله انا بنتي كانت تعبانه وانا كنت معاها، انا مش اي حاجه ولا محتاجه. المهم قال لها طب يلا بقى صوري لي نفسك عشان عايزه اشوفك، عشان انت وحشتيني يا بطله. طبعا قالت له لا انا مش ناويه اصور نفسي تاني، انت لو عايزني تعالى اتجوزني زي ما انت وعدتني، انا مش هصور نفسي. من هنا الفار ابتدى يلعب في عيب هدير، قلقت منه نهائي. قال لها لا، ما هو انت بقى نسيتي نفسك يا شاطره، انت مين؟ بصي بقى يا شاطره، انا معايا صور ليكي، صور ليكي ومقاطع فعلا هفضحك بيهم، هنشرهم لك على الفيسبوك وعلى جميع الصفح ان انتي فعلا حاجة غير تليق، يعني انتي بتاعتي انا وملك انا وهتعملي اللي انا عايزاه. قالت له هو انت بتهددني؟ قال لها اعتبري انه تهديد يا شاطرة، انت لازم تنفذي لي كل اللي انا عايزاه، كل يوم لازم تصوري لي نفسك وتقعدي معايا قاعدة رومانسية والكلام ده كله. قالت له يعني انت كل اللي كنت بتعمله؟ قال لها عشان اوصل لك بس، مش عشان اتجوزك، عشان تفوقي من الوهم اللي انت فيه، انت فين وانا فين عشان اتجوزك. قالت له طيب اما انا واحده شحاته واحده مش لاقيه، كنت بتفكر فيا ليه؟ قال لها عشان اخد غرضي واعيش معاكي بس كده واضيع وقتي معاكي. طبعا من هنا هدير انهارت وقعدت تصوت وتعيط، وطبعا بعت لها حاجتها، قال لها انا ناسخ منها كام نسخه وناوي افضحك على الفيسبوك وعلى جميع المواقع، لو بس ما فكرتيش بعقلك وان انتي تعملي لي كل اللي انا عايزه يبقى ايه، انتي اللي اخترتي يا بطله. قالت له حرام عليك، انا اذيتك في ايه؟ قال لها ليه، هو مش حرام عليكي؟ ما انتي وافقتي من الاول وقبضتي الثمن، ولا انت بتنسي ان انا اديتك فلوس وساعدتك وقفت جنبك؟ قالت له بس انت عرضت عليا ان انت تتجوزني، انا عملت كده على اساس ان انت هتتزوجني وهترتبط بيا، انا ما كانش في نيتي حاجه، انت اللي نيتك مش كويسه. راحت قعدت تعيط وتنهار. طبعا هي طلعت ذكيه برضو، ما جت فتحت له الهويس وطنشته وقعد يبعت لها شتايم. ركزوا بقى في الكلام ده كويس، قاعد يبعت لها شتايم، رسائل تهديد وشتيمه، هعمل فيكي واسوي، يبعت لها شتايم ورسائل على الواتساب وعلى طبعا ماسنجر الفيسبوك، انا هعمل واسوي فيكي، انت واحده سافله، انت واحده فيكي انت واحده وانت وحدتين، وعمال يشتم ورهايل ويشتم الفاظ، بس هي كانت اذكى منه واصيع منه. ليه بقى؟ الست الشاطره اللي ما تردش على الشتايم، الست الذكيه اللي عايزه تلعب صح ما تردش وتدي قيمه للي قدامها، تكون شخصيه تقيله. فضل يشتم وهفضحك، دي شتيمه اول حاجه. تاني حاجه معايا حاجات هصورها لك وهنزلها لك. 2 3 هعمل واسوي والهرتله. خلي بالك يا بطل، اللي بيعمل ما بيقولش واللي بيفعل ما بيعملش. ها، يعني اللي عايز يعمل ما بيقولش، ها، واللي بيقول ما بيفعلش. بص بقى، البطل اللي جابه بطل اما يعوز يعمل ما بيقولش. ها، المهم يا حلوين خلينا نكمل بقيه الحدوته بتاعتنا.
هي كانت شاطرة وذكية واخترعت على الأسطورة هناء، والأسطورة الأسطورة ما تسيبش حقها أبدا. حق نبات مات. أنا كهناء ما أقدرش أنام، أتعب نفسيتي تتعب يا حلوين لو سبت حق نبات مات. لازم آخد حقي وقتي. والله ما أعرفكوا شخصية هناء. المهم مش أنا الست اللي حد يديني على قفايا، أنا بنت مصر بنت بلد. جبت الرسائل دي كلها طبعا باسمه، هي عارفه اسمه وطبعا رقم بطاقته. راحت داخلين الاسم قدمنا فيه بلاغ وشفنا محامي قدمت فيه بلاغ، كان بلاغ مظبوط كويس انه ورجال الشرطه عملوا تحري ان الرقم ده باسمه، رقم خليجي باسمه، وكانت اتقدم فيه قضيه وبلاغ ان انت بتسب وبتهدد. يا ريت هو ماسك لها حاجه استغفر الله العظيم واتوب اليك انت التواب الرحيم. يا ريت هو ماسك لها حاجه بقميص او حاجه مخله ان هي تنفع تتهدد. لا يا جدعان، حاجه عاديه لابسه، يعني مش حاجه مخله للدرجه ان انت تهددها يا بطلايه. يعني العبره في النهايه. يعني مين بقى في النهايه اللي وقع في القفص؟ الشهم اللي عامل نفسه بطل. نكمل بقى حكايتنا. الشهم اللي كان عامل نفسه بطل وفاكر نفسه هو اذكى من الست المصريه ياض ما يتعلمش عليها ابدا. المهم هتقدم فيه قضيه كانت قضيه كده زي نظام قضيه رأي عام، لان انت راجل خليجي وازاي بتهدد ست مصريه. رسايلك اهي بالصوت والصوره وكل الرسايله على الماسنجر وعلى الواتساب، وطبعا بنفس الرقم والرقم باسمه. هو عشان حول لها فلوس الغبي هي معاها اسمه ورقم بطاقته والدنيا حلوه ويلا بقى وهوبا بقى، ومحدش يقف قدام الست المصريه بقى. طبعا كان اسمه ورقم بطاقته يا حلوين ودولته موجودة على الإيصال اللي حول لها بيه. وكانت كده الست هدير كسبت بونت عليه وترفع عليه قضية تعويض يا حلوين، قضية تعويض بالسب وقذف. وإن طبعا التهديد ده واحد يهدد واحدة بالصور دي أصلا قضية لوحديها، عشان انتوا عارفين يشتم واحدة ويهددها. أول حاجة شتمها ولا أنا هعمل فيكي وهفضحك وأسوي، وقعدت تتفرج بقى على الجمال بتاعه. وكانت الأسطورة 7 وجابها 7. انا ابويا راجل وجابني راجل. طبعا جابت لي قلت لها اوعي تمسحي الحاجات دي فرصه وكازيون ليكي يا بطله. ده كده هو جه على طبق من ذهب، معناته انه يهددك ويغلط فيكي. ويا ريت بقى على كده ده هو كمان غلط فيها وشتمها وعمل حاجات كتير مش حلوه، وهعمل واسوي وهجيبك يا بنت كذا ويا بنت كذا. يا خساره يا خساره يا قلبي يا خساره. طبعا كسبت وعدينا وتفوقنا على الناس اللي ما بتعرفش. العبره بقى في النهايه يا حلوين اللي حصل ايه بقى؟ اقول لكم بقى العبره لكل راجل امه جابته على الارض يفكر بس يهين الست المصريه او يغلط فيها او تهددها يا بطل. اوعاك ياض في يوم من الايام تهدد ست مصريه وتقول لها انا مسكت عليكي صور او مسكت عليكي حاجه. ياض السلعة اللي انتوا بتلعبوا بيها وفاكرين نفسكم هتدوسوا على الناس الغلابة. اوعى تفكر ان عشان ربنا اداك ملايين الدولارات تفكر نفسك هتدوس على كل ست مصرية. كل راجل خليجي بيحب يعيش الدور. دي بقى رسالة لكل راجل خليجي. كل راجل خليجي مفكر ان الست المصرية خلاص مش لاقية تاكل، فانت يا بطل يا عيني رمز الحياة. يعني انت كل حاجة في الحياة. لا انت مش كل حاجة في الحياة، دي قلة أصل وندالة منك. الراجل اللي يعيش الدور بفلوسه على الناس الغلابة ولاد مصر يبقى غلط في عداد عمره مع الست المصرية. يا ابني ما انت مش عارف المصرية دي شحاتة مش لاقية تاكل بس عندها شرف وعندها كرامة وعندها نخوة وبنت راجل وجابها راجل، ومش كل راجل ياخد على قفاه ويتعلم عليه. بنت مصر ما يتعلمش عليها ابدا يا بطل. اصبح الشاطر بقى ابن الخليج، ابن دول الخليج اتعمل له قضيه حلوه واتظبط ظبطه حلوه، هينزل يدفع تعويض للست المصريه الغلبانه. بس لما وقعت تحت ايد الاسطوره ما كانتش هتاخد حقها برضه، عشان تبقوا عارفين. يعني لعبه الفلوس دي بلاش تلعبوها على الناس الغلابه. انا عذراك يا بطل، عذراك ورحمه ابويا، انا عذراك ان في مصريين سلمت نفسيهم وباعوا نفسيهم عشان خاطر الكاشات. بس مش كل بطل يبيع نفسه يا بطل. مش كل ست مصرية جابها راجل تبيع نفسها
عشان خاطر 100 دولار و200 دولار و300 دولار و500 دولار تعرف تعلم عليها. لا يا بطل، انسى افكارك الرجعيه القديمه دي. في ناس عندها مبادئ وشرف. في ست زي حالاتي انا راجل وجابني راجل. تقدر تسالني انت ليه عايشه في الكوخ ده يا هناء؟ ليه بقى مستواكي كده يا هناء؟ اقول لك انا ياض مستوايا بقى اوعي كده. تقدر تقول لي انت ليه بقى مستواكي الزباله دي يا هناء؟ اقول لك انا ياض مستوايا بقى الزباله دي ليه؟ مستوايا الزباله دي الكوخ ده عشان انا رفضت ابيع نفسي. رفضت اعمل فلوس عشان انا بنت مصر. بنت مصر وجابني راجل وابويا راجل وهعيش راجل واموت راجل. انا بجيب الجنيه بالحلال. لا عندي فيلا ولا سياره ولا عندي شقه ولا عندي حاجه. انا عندي الستر بتاع ربنا. حتى حته الكوخ ده هو ده مستوايا اللي انا فضلته احسن ما ابيع نفسي واعيش في شقه تمليك في الشيخ زايد واعيش في فيلا. لا، انا يوم ما اجيب شقه بعرقي وشقايه. ما انا اشتغلت على السوشيال ميديا بقالي 4 سنين ولا 5. عملت ايه؟ ما عملتش حاجه. كل اللي عدوا دول هم باعوا نفسيهم عشان خاطر الكاشات وعشان خاطر الماده. اما الست المصريه اللي جابها راجل ما باعتش نفسها عشان حاجه. هي فضلت تعيش بالحلال وتاكل حلال هي وولادها اشرف واكرم من اني اكل حرام. وكنت زماني هوب 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 بقيت فوق. لا انا مش عايزه ابقى فوق. انا اخترت الفقر عشان اقابل ربنا. هقابل ربنا اقول له ايه؟ ما يجي لي سرطان ولا يجي لي كانسر ولا يجي لي ايدز ولا يجي لي اي مرض، هقول لربنا ايه؟ اصل انا عصيتك يا رب، وشي منك في التراب يا رب. لا، ليه؟ ما عندك الحرام وعندك الحلال. انت تفضل ما تعيش بالحلال يا بطل واتجوز على مره عجباك. اتجوز على سنه الله ورسوله. ولا بلاش التهديد والتبذيذ وبلاش قصه ان انتوا تعرضوا فلوسكم على الناس الغلابه. مش كل مصريه تبيع نفسها. في مصريه عندها شرف وكرامه وعزه نفس. ده كان مصدر الفيديو. ومش كل راجل يطلع يهدد مره ينفع يعدي منها بالسهل. يا باشا انت لك ارقامك وكل حاجه متسجله وكل كلامك موجود وكده كده القانون بياخد مجراه. فهمتوا؟ ده مصدر الحكايه. بلاش تعرض فلوسك على الناس الغلابه. في ناس عندها كرامه وعزه نفس يا بطل. ما تبيعش نفسها عشان الفلوس. انا راجل وجابني راجل. ده كان مصدر الحكايه. حطوا لايك وسبسكرايب. مش كل خليجي يجي يعرض على الناس الغلابه. احنا مصر وهرم مصر بيمثل مصر. تحيا مصر وشعب مصر. حطوا لايك وسبسكرايب لو عجبكم الفيديو. انزلوا قولوا لي يا حلوين رايكم ايه. ايه رايكم في الاسطوره هناء؟ بطل وجابها بطل. وبلاش بقى قصه عايزه اتواصل عايزه اتجوز. يا عليكم. حطوا لايك وسبسكرايب. تشوفوا اشوفكم خير.